اليوم نقدم تقريرنا خلف الأسوار اللي رصدنا فيه 24 حالة انتهاك داخل السجون وداخل مراكز الاحتجاز، من سوء معاملة إلى تعذيب إلى حرمان من أبسط الحقوق داخل السجن. وهذا اللي فضح لنا بالكشف وضعية السجون في تونس ومراكز الاحتجاز اللي ما تتطابقش مع المعايير البسيطة جدا لاحترام حقوق الإنسان في تونس. في ظل وضع الحقيقة نجم نقولوا للأسف اللي وضع دقيق وصعب جدا، خاصة على منظمات المجتمع المدني حاليا، مع تجميد أنشطة بعض المنظمات، مع التضييقات اللي قاعدة تصير على منظمات المجتمع المدني منذ أكثر من سنتين. فما مواصلة للعمل. الحقيقة هذا واجب كبير برشا في فضح ممارسات السلطة من انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء داخل السجن سواء انتهاكات حتى في الخارج، معناها كما انتهاكات حرية الرأي والتعبير، كما انتهاكات في حق في المواطنة في التعبير عن الرأي في الممارسة السياسية. هذا علاش احنا نطالبوا انه تحت ظل هذا التقرير اللي قمنا بنشره اليوم، هو انه نمشيو في تكوين جبهه من منظمات المجتمع المدني في تونس لمواصله العمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في تونس. نوصي بتعزيز الحقوق والحريات، تأهيل قوات الأمن، ضمان الشفافية والمساءلة، تفعيل العقوبات البديلة. كما نوصي بتفعيل المراقبة القضائية. بالنسبة للمجتمع المدني نوصي بتشكيل جبهة موحدة للعمل على حماية الحقوق والحريات والمواصلة ومواصلة رصد وتوثيق لحالات الانتهاك الصايرة في السجون التونسية. نادرة أوبا، باحثة عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. أصدرت جمعية تقاطع تقرير حول تعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في المنظومة السجنية في تونس. رصدنا 24 حالة انتهاك، منها 15 حالة وفاة مسترابة. الحالات هذوما من 2015 حتى 2025. 9 حالات في قبل جويلية 2015، و6 حالات ما بين جويلية 2025 وأكتوبر 2025. بهذه قلت حاجة غلط. 5 حالات تعذيب، هذا بالإضافة إلى الاكتظاظ وسوء المعاملة وغياب الحق في الصحة.